يا مساء الفل. انتهت بطولة دوري أبطال أوروبا، وكالعادة ريال مدريد هو بطل دوري أبطال أوروبا للمرة ال 15. حاجات كتير قوي حابين إن احنا نتكلم فيها. إيه اللي اختلف في المباراة من الشوط الأول اللي كان بروسيا دورتموند مكتسح فيه المباراة بلا تسجيل أهداف، واللي خلى الشوط الثاني ريال مدريد هو الطرف الأفضل؟ ده هنتكلم عنه بحالات، لأن كان في حالات واضحة جدا توضح مدى سوء الحالة اللي كان عليها ريال مدريد، وخاصة نص ملعبه. كمان هنتكلم عن كارلو أنشيلوتي، لأن الراجل ده محتاجين ان احنا نلقي الضوء عليه في حاجات. الناس كلها لما بتتكلم عن كارلو انشيلوتي بتتكلم عن فوزه بدوري الابطال مع ميلان مع ريال مدريد، ولكن في جوانب في حياة كارلو انشيلوتي مهم جدا ان احنا نلقي الضوء عليها، علشان نعرف للناس مين هو كارلو انشيلوتي، وليه كارلو انشيلوتي ببساطته ديت بقى الراجل اللي بيظهر قدامنا بعيدا عن الفلسفة الزيادة في كرة القدم، والراجل اللي دايما بيقدر يكتسب المكتسبات الجيدة من خلال بطولة دوري ابطال اوروبا. كمان في ارقام مهمة جدا، غير ان في بعض اللعيبه تساوي بخينته في الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا 6 مرات. فيلا بينا نبتدي، لان في كلام كتير احنا حابين نتكلم فيه النهارده من خلال مباراه ريال مدريد وبروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي. ايه اللي خلى ريال مدريد متراجع في الشوط الاولاني، وفي الشوط الثاني هو اللي كان افضل وقدر ان هو يسجل الاهداف؟ في امور كتيره جدا جدا جدا، ولكن في البدايه بروسيا دورتموند عملوا خطا شنيع. قبل ما اتكلم عن المشكله اللي كانت في وسط ملعب ريال مدريد، ان انت عارف كده المثل اللي بيقول لك إيه، انت بتدلي بدلوك زياده عن اللزوم في الشوط الاول. ده اللي حصل بالظبط. انت طلعت كل اللي عندك في الشوط الاول، لدرجه ان انت في الشوط الثاني بتتفرج على نسخه لفريق بروسيا دورتموند متراجعه بدنيه بشكل كبير، وكمان بعض التغييرات اللي حصلت، وخاصه كريم اديمي، وكمان التغييره بتاعت امري تشان خلت وسط ملعب بروسيا دورتموند وكمان السرعات اللي موجوده في الخط الهجومي قلت بشكل كبير، وده ريح جدا 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 فريق ريال مدريد. في الشوط الاول شفنا تفوق من بروسيا دورتموند، غير ان هم كانوا مسرعين الاداء قوي، تحس كده ان هم تكينا على زرار الشيفت بتاع البلاي ستيشن واللعيبه كلها بتجري، وده ما اداهمش نفس في الشوط الثاني، لان كان في مشكله كانت واضحه جدا في ريال مدريد في الشوط الاول، وهي وسط الملعب. توني كروز اللي كان دايما بتعليمات من كارلو انشيلوتي، انا عايزك تنزل تعمل المسانده لناتشو وروديجر، علشان السرعات اللي موجوده اللي بتيجي من الاطراف، كريم اديمي وسانشو، من تحتهم جوليان براندد وفول كروج، الراجل دايما اللي عامل العمق بشكل مميز جدا، وهو واحد تحس ان هو مهاجم كلاسيكي. فول كروج اللي احنا شفناه كلنا في كاس العالم 2022 في قطر، وكان من اللعيبه القليله جدا في المنتخب الالماني اللي كانت مميزه. فهنا حصل ايه؟ حصل ان في جاب في وسط الملعب، ده لدرجه ان انت مع بدايه المباراه شفت هوملز، ماتس هوملز بيقدر يطلع يعمل ثرو باس بيودي كريم اديمي انفراد. يعني انت بص كده على الحاله كده معانا، ماتس هوملز بيطلع بالكره من تحت، بيتحرك، محدش ضاغط عليه، الضغط ضعيف جدا من ريال مدريد، وبص على توني كروز ما عملش الضغط المطلوب، فبالتالي الراجل بيعمل ثرو باس بيوصل كريم اديمي اللي حاول ان هو يسجل هدف ما قدرش في النهايه ان هو يعمل المراوغه لتيبو كورتوا اللي بيشارك لاول مره السنه دي في بطوله دوري الابطال. ادي حاله ثانيه. تعال اتفرج على جوليان براند، والراجل بيستخلص الكوره، والراجل بيعمل ثرو باس لكريم اديمي، برضه ما عليهوش ضغط. وبص برضه على الكثافه العدديه بتاعت لعيبه بورussia دورتموند قليله جدا، 4 قصاد 7. فبالتالي انت شفت حالات هجوميه قويه جدا لبروسيا دورتموند في ظل سوء حاله دفاعيه، خاصه من وسط ملعب ريال مدريد. طب بص تاني على لقطه ماتسن الراجل اللي قدم شوط اول جيد جدا، لانه هو كان دايما بيلعب كجناح. وبص هنا لما قطع الكره من كامافينجا وعمل الضغط عليه، كان متواجد مش اكنه بيلعب ظهير ايسر، لا اكنه جناح ايسر، استخلص الكوره وعمل ثرو باس لفول كروج، اللي يعني لقطه الاعاده وضحت انه ممكن يكون فيها تسلل بشكل كبير، ولكن في النهايه انت ما عليكش ضغط، الراجل بيقطع الكوره وبيكمل كجناح ايسر، ما عليهوش اي ضغط تماما، بيقدر يعمل الثرو باس، فبالتالي بيقدر يروح فول كروج اللي حط الكوره في القائم الايسر لتيبو كورتوا عشان تضيع فرصه على فريق بروسيا دورتموند. وان كان لو كانت هدف، اعتقد ان في الاعاده كان هيتقال ان الكره ديت تسلل. بص تاني كمان معايا الحاله دي وبالتحديد اللقطه بتاعت سابيتزر الراجل بيستلم الكوره يا جماعه بكل سلاسه، وبيسدد تيبو كورتو بيحط ايده فيها علشان الكوره تطلع ضربه ركنيه. برضه بص عدد الكثافه بتاعت لاعبي بروسيا دورتموند قليلين جدا بالنسبه للعدد بتاع ريال مدريد، لعدد لاعبي ريال مدريد، ولكن الضغط كان شيء مفقود تماما. حدث بقى ولا حرج
ان انت دايما فينيسيوس جونيور راجل مميز جدا هجوميا في الشوط الاولاني، وحتى مع بدايه الشوط الثاني اي لحظه بيحاول يعمل فيها المراوغه لرايرسون، الراجل كان بيلاقي مسانده مميزه جدا من اللاعب الخبر ماتس هوملز علشان يقدر يقطع منه الكوره، فديت قللت من حظوظ ريال مدريد يعني هجوميا بشكل كبير جدا جدا. رودريجو ما كانش متواجد بشكل مميز هجوميا، رغم ان دايما كارفاغال كان بيكمل لنص الملعب عشان يعمل المسانده الهجوميه، وده عمل له مشكله في ظهره من تحركات كريم اديمي والسرعات اللي موجوده عنده. فشوف بقى كم المشاكل اللي كانت موجوده في ريال مدريد وما قدرش يستغلها فريق بروسيا دورتموند. واي حد بيتفرج على الماتش، مش انا يعني، هي مش نباهه بقى زي ما بيقولوا، اي حد بيتفرج على الماتش لما تشوف سيناريو الماتش بالشكل ده هتسترجع ذاكره مباراه السيتي وبايرن ميونخ، وهتعرف ان ريال مدريد هينزل يفرض سيطرته في الشوط الثاني، لان الاخطاء اللي وقع فيها ريال مدريد مع مدرب زي كارلو انشيلوتي اللي لسه هنتكلم عنه، اعتقد ان محدش هيقول ان كارلو انشيلوتي هيقع في نفس الاخطاء مره ثانيه في الشوط الثاني، وده اللي حصل. لان توني كروز لما زق لقدام شويه، زقته لقدام شويه ديت عملت الكثافه العدديه المطلوبه، وتوني كروز بدا يطلع بقى المطلوب منه كلاعب وسط بيقدر انه ينقل الكره بشكل كويس. بساطه يعني، مش انا اللي هتكلم عن توني كروز، الناس كلها تعرف مين هو توني كروز والتسديدات بتاعته من الفاولات. وبدانا نشوف فيه تراجع بدني كبير جدا 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 من فريق بروسيا دورتموند، وده خلى فريق ريال مدريد يخش في الجيم. حدث بقى ولا حرج، ماتسن الراجل الظهير الايسر اللي يمكن حتى في لقطه الهدف الاول والله العظيم وهي الكره ضربه ركنيه بتترفع، انا قلت الكره دي شكلها هتخش جون. ليه؟ هي من العدم كوره بينطلق فيها فينيسيوس جونيور بحركه كده يعني فيها مهاره كبيره بكعب رجله، بيدي كوبري لرايرسون، بيلحقوا ماتس هوملز، بتطلع الكره لضربه ركنيه بتترفع. قلت والله الحاجات اللي زي دي بقى ريال مدريد لما بيبتدي يركب الجيم نفسيا هيبتدي يسجل. مفيش، الكره اتلعبت، بيشوطها على ما اتذكر فالفيردي بتخبط في قدم ماتسن، وهي كانت طالعه اصلا ضربه مرمى، تتحول لضربه ركنيه تاني تترفع، كارفاخال بيسجل منها الهدف. ماتسن كمان بيعمل خطا غريب جدا بدون اي ضغط موجود عليه، لان ده يدللك ان فعلا الشغل البدني الكتير اللي عمله بروسيا دورتموند خد من الحاله الذهنيه بتاعتهم بشكل واضح جدا الشوط الثاني، لدرجه ان انت كنت بتشوف بروسيا دورتموند اللي كانوا قادرين يعملوا كل الخطوره الشوط الاول انتهى الامر ده في الشوط الثاني، وخاصه كمان بعد التغييرات اللي اتعملت، لان مالن وكمان الاسماء اللي نزلت زي رويس والاسماء اللي نزلت عشان تدي اضافه للفريق ما ادتش اي نوع من انواع الاضافه. وهنا لازم تتكلم عن تفوق كارلو انشيلوتي، بيعرف ياخد من المباريات اللي هو عايزه. يا جماعه احنا احيانا بنقعد نقول ايه، لا يا عم هو مدرب محظوظ، لا يا عم ده بيكسب كده. يا جماعه والله هو كره القدم فيها لازم يكون فيه توفيق وفي نوع من انواع الحظ، بس مش عايز اقول الحظ التوفيق، ولكن لو ما عندكش مدير فني كبير زي كارلو انشيلوتي مش هتقدر تعمل الكلام ده. وهنا لازم اتكلم عن كارلو انشيلوتي، لان كارلو انشيلوتي الراجل اللي كان بدأ من السيريا سي الدرجه الثالثه الايطاليه في فتره السبعينات مع نادي بارما الايطالي، وصعدهم من ثالثه لثانيه، وبعدين انتقل لنادي روما مع مدرب كبير اللي هو نيلس لودهام، اللي كان واحد من النجوم الكبار جدا في اي سي ميلان في فتره الخمسينات. والثلاثي اللي كان موجود نيلس لودهام جرينو اللي هو الجرينو لي، نيلس لودهام وجونار نوردال وجونار جرين. والراجل كمان لما اصبح نيلس لودهام مدير فني لميلان خد معاهم الدوري 78 79. لما راح لروما وجاب كارلو انشيلوتي، كارلو انشيلوتي اصبح واحد من النجوم العبقريه اللي بتلعب مع فريق روما. ويمكن بدايه كارلو انشيلوتي مع دوري الابطال وتحس كده ان في حاجه كده كيمياء ما بين الاثنين. كارلو انشيلوتي يا جماعه 9 نهائي دوري ابطال، 3 كلاعب، 6 كمدير فني، وده رقم يعني مهول. 3 مرات كلاعب، منهم مره مع روما اللي هي 84 في ملعب الاولمبيكو والتعادل 1-1 مع ليفربول والخساره بركلات الترجيح، ما كانش حاضر للمباراه النهائيه لانه كان مصاب. وهنا كانت مشكله كارلو انشيلوتي دايما الحقيقيه اثناء فتره لعبه، كان لعيب عبقري لعيب كبير، ولكن الاصابات دايما كانت بتاخره في لعبه لكره القدم. لما انتقل لميلان لعب معاهم لما خدوا بطوله 89 امام ستيوا بوخارست 4-0 في الوقت ده، كان متواجد في الدور قبل النهائي اقصى ريال مدريد، وهو كان مسجل هدف رائع اللي بدا بيه المباراه الهدف الافتتاحي في المباراه لما فازوا 5 في السانسيرو على ريال مدريد، قبلها الماتش الذهاب كانوا متعادلين 1-1. يلعبوا المباراه النهائيه بيفوزوا. البطوله الثانيه اللي هي 90 لما فازوا على بنفيكا في المباراه النهائيه
1-0. ساعتها كان هو في مباراه ميشلين البلجيكي في دور الثمانيه اتاثر برضه بالاصابه وغاب عن مباراه قبل النهائي امام بايرن ميونخ، وقبليها كانوا مطلعين برضه ريال مدريد، ويبدو كده ان هو مع ريال مدريد سواء معاهم او عليهم دايما حاضر. فالراجل غاب عن المباراه قبل النهائي ولكن لحق المباراه النهائيه ولعب 75 دقيقه. لما بطل كوره ذهب مع نفس المدرسه اللي كان فيها في اي سي ميلان وهو اريجو ساكي، كان مدرب مساعد في المنتخب الايطالي اللي خسر نهائي كاس العالم سنه 94. كارلو انشيلوتي اتمرن مع 2 مدربين كبار قوي، شاف يعني ايه دوري الابطال 3 مرات، مره منهم مع روما لما خسروا وما كانش متواجد، ومرتين مع اي سي ميلان. لما اصبح مدرب بدا من الدرجه الثانيه مع نادي ريجينا على ما اتذكر، وصعد معاهم من الثانيه للاولى، ثم ذهب لنادي بارما عشان يمسك نادي كان حقق نجاحات كبيره جدا. وهنا لازم في نقطه، احيانا المحنه والمعاناه في بدايه مشوارك في اي شيء ممكن بتكون دافع ليك ان انت تقدر تكمل بنجاحات. لان كارلو انشيلوتي لما بدا مع بارما صحيح حقق معاهم افضل مركز في تاريخهم في بطوله الدوري وهو المركز الثاني موسم 96 97، ولكنه خد بعد نيفو سكالا المدير الفني الكبير الفريق عشان يقدر يحقق بيه بطولات، وده ما قدرش يعمله. وفي الوقت ده هو عمل حاجه امن بيها وكانت حاجه كويسه جدا، انه كان بيعتمد على الناشئين كانافارو، بوفون، وكمان كان معاه 2 لعيبه كبار زولا وستويشكوف، وقدر يوظفهم توظيفات مختلفه. وهنا الموضوع قديم عند كارلو انشيلوتي، مش مجرد توظيفه لبيلينجهام ان يلعب تحت فينيسيوس جونيور ورودريجو، ده امر جديد، لا ده امر قديم وعمله قبل كده في نادي بارما وعمله كمان في الميلان مع كاكا. فبالتالي الراجل في الموسم الثاني طلع السادس في الدوري الايطالي، ما حققش النجاحات المرجوه. لما راح اليوفي بقى الكل قال ان هو هينجح، ولكن كانوا 3 سنين سيئين جدا مع اليوفي، ويعني هجم بهجوم شديد جدا من جمهور اليوفنتوس، لدرجه لما رحل وراح الميلان يبدو ان كان بدايه العقاب كانت لليوفي نفسه في نهائي 2003 لما تواجهوا ساعتها اليوفي والميلان، وانتهت المباراه بفوز ميلان بركلات الترجيح. ومن هنا بدات رحله نجاح كارلو انشيلوتي، لان هو شاف المعاناه في بدايات لعبه وهو لاعب من الاصابات، شاف المعاناه في بدايات تدريبه، لان هو ما حققش الانجازات الكبيره مع بدايه التدريب بتاعه اللي هي المسيره التدريبيه بتاعته. ولكن لما انطلق مع ميلان بعد كده 6 نهائيات، 3 منهم مع ميلان فاز ب2 وخسر 1، ومع ريال مدريد 3 فاز بيهم ال3 عشان يلعب في حياته كلها 9 تشامبيونز ليج. 3 وهو لاعب، منهم نهائي ما لعبوش 84، و6 وهو مدير فني، وفاز ب5 من ال6 و2 من ال3 عشان يكون مجموع ما فاز بيه بدوري الابطال سواء لاعب او مدرب 7 بطولات. وده امر لازم ان انت ما تذكرش جزئيه الحظ والتوفيق. يعني جزئيه الحظ والتوفيق ممكن تيجي في بطوله في بطولتين بس يا جماعه، مش في كل عدد الالقاب اللي احنا اتكلمنا عليهم. كمان بدل ما احنا كنا بنتكلم على عدد الالقاب والارقام اللي احنا بنتكلم فيها، في شويه ارقام بقى مميزه لريال مدريد. تخيل ريال مدريد مع مطلع الالفيه الثالثه خسر نهائي الانتر كونتيننتال اللي كان بيجمع ما بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه، خسروا امام البوكا جونيور 2-1، والمباراه دي على ما اتذكر كانت في طوكيو. طيب بعد بقى سنه 2000 لما خسروا نهائي الانتر كونتيننتال لعبوا كام نهائي قاري؟ تخيلوا كده كام نهائي؟ 19 نهائي قاري. طيب فازوا بكام بقى نهائي من ال 19 دول؟ 18. انت متخيل الرقم اللي انا بقول لك عليه يا صديقي؟ 18 نهائي بيكسبهم ريال مدريد مع الاجيال المختلفه. 7 نهائي دوري الابطال، ال7 من ال7 فاز بيهم. السوبر الاوروبي 6 نهائيات، فاز ب5 وخسر نهائي وحيد كان 2018، لما حتى يمكن كان ساعتها جيرمان بورجس اللي كان بيقود اتلتيكو مدريد، لان كان دييجو سيميوني كان عنده ايقاف وكان بيلعب لوبتيجي على ما اتذكر، وخسروا النهائي ده 4-2. ريال مدريد ده النهائي الوحيد اللي خسروه. طب كاس العالم للانديه 5 نهائيات ب5 بطولات، وانتر كونتيننتال 2002 قدروا يفوزوا فيه على اولمبيا البراجوا. يعني فانت بتتكلم في 19 نهائي من بعد خساره نهائي 2000 في الانتر كونتيننتال، 18 نهائي فوز، نهائي واحد خساره فقط لا غير. يمكن كمان الفوز اللي حققوه على بروسيا دورتموند كان اول مره من ال 15 لقب اللي فازوا بيهم في دوري الابطال، ده اول لقب على ملعب ويمبلي. ملعب ويمبلي له قيمه كبيره جدا في النهائيات. 7 نهائيات قبل كده بدات من 62 63 لما ميلان قدر ان هو يفوز
على فريق بنفيكا 2-1، واستمرت النهائيات عليه. يمكن جه بقى نهائي 71 اياكس امستردام بيتفوق على باناثينايكوس، و77 78 ليفربول لما تفوق في المباراه النهائيه في الوقت ده. ونهائيات كتيره، برشلونه حقق مرتين فوز على ملعب ويمبلي، منهم اول بطوله بيحققها 92 على حساب نادي سامبادوريا بهدف رونالدو كومان، ولكن دي كانت اول بطوله بيقدر يحققها فريق ريال مدريد على ملعب ويمبلي الشهير في وجود بروسيا دورتموند، اللي كان لاعب اخر نهائي اتلعب على ويمبلي قبل النهائي بتاع امبارح اللي هو 2023 2024، اللي هو كان نهائي 2012 2013 لما خسروا 2-1 من بايرن من بايرن ميونخ. فبالتالي كل دي حاجات كنا محتاجين نتكلم عنها. وكمان حدث ولا حرج، فلورنتينو بيريز اللي بقى عنده 7 القاب، اكتر رئيس نادي في اوروبا فاز بالالقاب في دوري الابطال عشان يتخطى سانتياغو برنابيو الرئيس التاريخي لنادي ريال مدريد اللي كان عنده 6 القاب، وكمان سيلفيو برلسكوني اللي عنده 5 القاب مع اي سي ميلان. وطبعا اخرا وليس باخرا اللي هو خينته، الرقم اللي كنا دايما نتغنى بيه ونقول ما حدش هيقدر يكسره، خينته اللي فاز ب6 القاب دوري ابطال كلهم مع ريال مدريد، اللي هو 56 57 58 59 60 و66 لما فازوا على بارتيزان بلجراد. كمان بيظهر بقى المره دي 4 دفعه واحده بيتساووا مع خينته، ناتشو وكارفاخال ومودريتش، وكمان توني كروز اللي عنده من ال6 5 مع ريال مدريد وواحد مع بايرن ميونخ. فكل ديت يعني ارقام، وفي حاجات كتيره جدا المفروض ان الواحد يتكلم عنها في النهائي ده، بس انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ولكن نهائي كان متباين جدا، شوط اول عن الشوط الثاني كان مختلف تماما. وكارلو انشيلوتي اللي انا حبيت احكي عنه، وبعض الارقام كده اللي في بعض المواقع ما تناولتهاش، ولكن بعض الاخر برضو تناول الارقام اللي كانت مهمه جدا ان احنا نتكلم عنها. عامه مليون مبروك لريال مدريد، وهارد لك لبروسيا دورتموند. السلام عليكم.